ناس كتير مفكرة إن السهر دي كده روشنة وإنها عادة شخصية وحرية والكلام ده، وإن إيه اللي هيحصل يعني أقصاها شوية صداع على الصبح كده أو شوية تعب وخلاص. لكن الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير. قلة النوم والسهر الطويل مش مجرد إنك انت يومك بيتغير ولا روتين يومك بيتلخبط ولا حتى مواعيدك بيحصل فيها شوية لخبطة، ولكن ده بيعمل خلل كبير جدا في طريقة شغل دماغك وجسمك. لأن ببساطة النوم ده عامل زي العملية كده اللي هي بتعيد ترتيب جسمك من أول وجديد. يعني الدماغ يبدأ ينظف نفسه، الجسم بيبدأ يتخلص من السموم اللي متراكمة فيه، بيبدأ يخزن المعلومات في الذاكرة، بيبدأ يرمم الخلايا اللي هي بايظة عندك، بيبدأ كمان يظبط لك الهرمونات بتاعة جسمك. كل الحاجات الجميلة دي بتحصل من غير أي تدخل منك أثناء نومك فقط. لما انت بقى تعمل روش وتحرم جسمك من ان هو ينام او يرتاح في الوقت المفروض ربنا عامله عشان ننام فيه، وانك ما تاخدش الوقت الكافي لراحة جسمك وانك تنام ساعات كافية لنومك، بتعمل لخبطة في كل الحاجات الأساسية والعمليات اللي بتحصل وانت نايم دي. وانا مش بقولك نام كتير مثلا انك انت تروح تقضي نفس الساعات بتاعة الليل تنامهم بالنهار، المشكلة مش في كده، هو انك لازم تنام في الوقت اللي ربنا مخصصه ان احنا ننام بالليل. لأن نومك في النهار مش هيعوض نهائي نومك بالليل، علشان طبعا في حاجة اسمها ساعة بيولوجية، والجسم مبرمج على الساعة دي ان هي بتشتغل بالليل، والنهار ده بتاع الشغل والعمل والدراسة والكلام ده. لأن حضرتك أول ما تدخل في ساعة النوم أو وقت النوم المظبوط، بيبدأ الجسم يفرز هرمون الميلاتونين، ده بقى بيبدأ يظبط الساعة الداخلية دي وبيهيئ جسمك للراحة، وان يبدأ يشتغل على العملية اللي احنا حكيناها دي كلها. انما بقى لو نمت في النهار فحاجات كتير مش هتستفاد اصلا بالنوم بتاعك زي بالليل. ومنها اصلا الاضاءة الطبيعية بتوقف افراز الهرمون ده في الجسم، علشان كده دماغك مش بيوصل لمرحلة النوم العميق اللي هو بيوصل لها بالليل. علشان كده بتلاقي الناس اللي بتسهر طول الليل وبتنام طول النهار دايما تعبانة وهلكانة وحاسة ان هي هادة جبل، رغم انه ممكن يكون اصلا نام 8 او 10 ساعات في النهار عادي، لكن عقلك او دماغك لسه ما استريحتش. لان العقل محتاج ظلام الليل والهدوء بتاع النوم بتاع الليل، لان النوم في النهار اصلا بيكون خفيف ومتقطع، وكمان غير كافي لاستعادة الطاقة الذهنية وطاقة جسمك ككل. قلة النوم سواء بسبب السهر او الاضطرابات في المواعيد بتأثر جدا على دماغك، بتخلي الشخص اصلا مش مركز وعلى طول متشتت وذاكرته في الضياع وعلى طول غضبان. ومش عايزة افاجئكوا انه بيكون اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب والقلق وكمان امراض الدماغ مع التقدم في العمر. وكمان عايزة اقولكوا ان بتخلي الانسان على طول بينفعل من اقل حاجة وقليل الصبر وحساس جدا وعلى طول حزنان وتعبان وحالته حالة. ببساطة لأن قلة النوم بتأثر على المنطقة المسؤولة عن ضبط المشاعر في الدماغ، فبتكون ردود أفعالك مبالغ فيها جدا حتى في أتفه المواقف. وما ننساش برضو على الجانب الجسدي إن السهر بيرهق القلب معلش، وبيسبب إن الضغط يرتفع بقى والمناعة تقل، وخد عندك بقى حاجات كتير، بيلخبط حتى الهرمونات وبيخليك على طول جعان وعايز على طول تاكل تاكل تاكل، وخش بقى في مشاكل السمنة، عايز تاكل حتى لو مش جعان أصلا. إنك تصلح نومك ده مش محتاج أدوية أو محتاج حاجة صعبة، هو محتاج قرار واضح طالع منك، تنظيم بسيط لحياتك اليومية. حاول تثبت ميعاد لنومك، خليه مثلا من 9 ل10، من 11 ل12، ميعاد ثابت يوميا تنام فيه. خلي الوقت قبل النوم يكون هادي، بعيد تماما عن الشاشات والسكرول واللعب في التليفون. عايز تستخدم التليفون خليه قبل ما تنام بساعة، ده أفضل ليك جدا، لأن الإضاءة بتاعة التليفون بتمنع إفراز الهرمونات اللي احنا اتكلمنا عنها. خلي النور حواليك خافت جدا، ولو انت نايم في الضلمة فده أحسن ليك جدا. مع الوقت هتحس إن جسمك بدأ يستعيد توازنه، هتلاقي نفسك مركز أكتر، نشيط أكتر، فعلا بتحس بالراحة بعد كل يوم بتقوم فيه نايم كويس. وتأكد يعني إن السهر مش هيعملك إنجاز في حياتك، وإن السهر وقلة النوم مش بيعملوا حاجة غير إنهم بيسرقوا الطاقة بتاعتك وبيخلوا حياتك ضايعة. من النهاردة خد خطوة، لأن والله بجد العمر بيعدي. ما تنساش تشترك في القناة وتخبط لايك جميل.